يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ النهارده انا راجعه لكم فيديو، حرفيا فيديو هيكسر الدنيا. في ناس كتيره متعرفش ان تجميع القشطه بيعمل سمنه. بلس كمان في ناس كتيره متعرفش ان السمنه بتتعمل في البيت. بلس كمان في ناس متعرفش ان احنا بنعمل احلى سمنه في البيت من وش اللبن. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى سمنه بلدي في البيت. بصي يا ستي، انت هتجمعي وش اللبن اللي انت بتجيبيه من عند البقال او من عند الفلاحين. حلو كده. وش اللبن ده اللي هو القشطه بتجمعيها في علبه مثلا كده او في كيسه، وتحطيها في الفريزر لحد ما بتجمعي الكميه، مثلا ونفترض كميه زي دي او اقل شويه. يعني انا عموما دي كانت اكبر كميه انا جمعتها في حياتي حرفيا. انا عامله قبل كده وهوريها لكم دلوقتي وهي متجمده بقالها شهرين، وعشان نسيحها مع بعض. المهم بجيب بقى اكبر طبق عندي كده ياخد الكميه وبزياده، وابدا ان انا اضرب في القشطه دي، طبعا تكون فكه كويس قوي، وابدا اضرب فيها بالشكل ده لحد ما هتلاقوها بدات ان هي تسيل معاكم كده، وعامله زي الكريم شانتيه اللي ملهوش اي ستين لازمه، ويبقى محتاج كوبايتين كريم شانتيه كمان على الكريم شانتيه بودره. يعني المهم انا بديكم مثل. انت بتقعدي تضربي فيها كده لحد ما بتلاقيها سايله خالص. بعد كده بتلاقيها مع الضرب، بنسمي المرحلة دي مرحلة الخض، بنخض القشطة. ببدأ ان انا اضرب فيها كده واقلب فيها بايديا، وهتلاقوها عملت بقى تماسكت كده، وعملت زي الكريم شانتيه المتماسك الجميل اللي قوامه كريمي ده. حلو قوي. هتلاقوها سقعت وايديكي سقعت والدنيا بصي يعني لايصه معاكي كده. ما تقلقيش خالص، قلبي 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 لحد ما هتلاقيها عملت كده معاكي ميه ونزلت شرشتها. ايوه، الميه دي بنسميها الشرشه بتاعتها. حلو قوي. هنبدأ ان احنا نقلب نقلب لحد ما هنعمل كور كده، واول ما تحسي ان هي خلاص نزلت ميتها وبقت زي الفل، هتصفي المية دي في طبق. اوعي ترمي المية دي، ده المية دي كنز. هقولك هنعمل بيها ايه، بس فكروني اخر الفيديو. طيب تعالوا بقى نلم كده بقية السمنة القمر او القشطة الحلوة دي، او الزبدة بقى. خلاص بقى مش هنقول عليها قشطة. احنا دلوقتي في مرحلة الزبدة الجمسي او الجاموسي التحفة جدا. بصوا شكلها، لميتها كده وبقت زي الفل. بحطها بقى في الفريزر شهر شهرين سنة، وسيحي منها في اي وقت. انا هنا بفضل الله عملت 3 كرات بس قبل كده، دي زي ما انتم شايفين كده متجمدة، دي اللي انا لسه عاملاها دلوقتي حالا. وانا عاملة 2 قبل كده، واحدة من شهر وواحدة من شهرين، وادي التالتة اللي انا عاملاها حالا معاكم في الكاميرا. بجيب حلة بقى كبيرة وابدأ ان انا اسيحهم كلهم كده وعلى نار هادية خالص. وبصوا شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، شوية سمنة فلاحي على اصولها. بعد ما السمنة بتسيح معاكي وبتعمل الزبدة بتسيح وبتعمل سمنة حلوة كده، ببدأ ان انا اصفيها بالمصفى كده، واحطها في الكسرولة او في اي علبة بلاستيك، واصفيها بقى من المرطة. طب هي في ليه فاطمة ما نزلتش مرطة معاكي؟ بصوا هقول لكم انا ليه ما نزلتش مرطة معايا. لان انا فضلت اعصر فيها بطريقة مش متخيلين قد ايه انا عصرت فيها، لحد ما فعلا يعني بقالي اسبوع كده بعدين فولترين. اه والله زي ما بقول لكم كده. فالمهم عصرت كل ميتها، نزلت كل ميتها بمعنى اصح، فبالتالي ما رمتش معايا مرطة ابدا. وده المطلوب، يعني ده المطلوب اصلا. احنا عايزينها ترمي سمنة. انا بوريكم من شوية في اللقطة اللي فاتت دي ان انا عملت السمنة، او السمنة دي كانت عندي من زمان، ودي كانت اخر حاجة في الكسرولة، فانا قلبتها كده على السمنة اللي كانت اللي انا عملتها حالا وبس خلاص. بصوا السمنة المرملة التحفة ده بالظبط بعد ما قعدت 4 ساعات بره التلاجة. شايفين الترميله اذا حلوه ازاي؟ عايزه اقول لكم والله فعلا انا ولا مصوره الفيديو لوحده، جايبه سمنه شاريها مثلا فلاحي ولا اي حاجه، على عينك كتاجر زي ما بيقولوا. وحرفيا احسن واوفر بكتير جدا جدا من بره. مش قادره اوصف لكم بقى شويه البيض المقلي، ولا شويه الرز المعمر، ولا اقول لكم ايه مثلا، ولا شويه معلقه السمنه الفلاحي على ايه، على شوية عسل وشوية سكر.
والله فعلا بناكل احلى سمن فلاحي في البيت. لازم تجربوا الطريقه دي وفعلا هتوفروا كتير جدا. ما شاء الله انا ما حبيتش اوزنها ولا قبل ولا بعد، انا عملتها بالبركه بالبركه كده زي ما بنقول. بس عايزه اقول لكم ما شاء الله رمت معايا كميه كويسه جدا. حوشوا وش اللبن واعملوا منه احلى سمنه فلاحي في البيت. بس كده، يا رب الفيديو عجبكم. ما تنسيش طبعا اللايك والشير. اشوفكم على خير في رعايه الله. واستنوا، انا نسيت اقول لكم ان شايفين الشرشه اللي احنا قلت لكم عليها نزلت من الزبده. الشرشه دي احنا هنعجن بيها كل المعجنات اللي قلبكم يحبها كده. بيتزا بقى، دوناتس، سينابون، اي معجنات ممكن تعجني بيها، كوماك بقى، اي حاجه عجني بالشرشه دي بتبقى تحفه جدا. بس خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم على خير في رعايه الله. مع السلامه.